النبي الذي أرسله الله إلى قرية لا يوجد فيها أحد، وعندما عاد وجد أن أعمار أولاده أكبر من عمره. الجواب هو عزير، حيث أرسله الله إلى قرية، فركب وذهب إلى القرية، فلما وصل وجدها قرية مهجورة ولا يوجد فيها بشر، فقال: هل يحيي الله هذه القرية بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم أحياه. فقال له: كم لبثت وأنت ميت؟ قال: لبثت يوما أو نصف يوم. قال الله: بل لبثت 100 عاما وأنت ميت. فانظر إلى حمارك كيف أصبح، وانظر كيف نعيد خلقه من جديد. فأرجع الله الحمار كما كان من قبل، وقال له: الآن ارجع إلى أهلك ولنجعلك آية لهم. فلما عاد إلى أهله وجد أبناءه قد كبروا وأصبحوا أكبر منه عمرا. قال تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ وأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام. وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. السؤال: ما هي الأرض التي طلعت عليها الشمس مرة واحدة فقط؟ الجواب: هي أرض البحر الذي ضربه موسى عليه السلام بعصاه فانفلق ووقف كالأعمدة، وعبر منه بني إسرائيل. وعندما عبر فرعون وجيشه رجع لحالته الطبيعية وأغرقهم. السؤال: ما هي الحشرة التي خلق الله فيها خلقة 7 حيوانات جبارة؟ الجواب: الحشرة هي الجرادة، وخلق الله فيها خلقة 7 حيوانات جبارة، هن: أولا رأس فرس، ثانيا رقبة ثور، ثالثا جناح نسر، رابعا رجل جمل، خامسا ذنب حية، سادسا بطن عقرب، وسابعا قرن غزال. السؤال: ما هو القبر الذي مشى بصاحبه؟ الجواب: هو حوت النبي يونس عليه السلام عندما التقمه. السؤال: ما هو الشيء الذي أوله جماد وآخره روح؟ الجواب: هي عصا موسى، حيث كانت في الأصل عصا، وفي الآخر تحولت إلى حية تسعى. السؤال: كم عدد الطير من حشرات وحيوانات التي ذكرت في القرآن الكريم؟ الجواب: عددها 10، وهي: أولا البعوض، ثانيا النحل، ثالثا النمل، رابعا الذباب، خامسا الجراد، سادسا القمل، سابعا الهدهد، ثامنا الغراب، تاسعا الأبابيل، وعاشرا طير عيسى وهو الخفاش. السؤال: كم عدد الذين تكلموا بالمهد ومن هم؟ ملاحظة: قيل أنهم 4، ورابعهم شاهد يوسف عليه السلام عندما راودته عن نفسه زليخة امرأة العزيز، وهذا خطأ. والحقيقة أنه رجل كبير في السن وأعمى وقريب لزليخة، كان موجودا في بيتها وسمعها وهي تراوده. قال تعالى: وشهد شاهد من أهلها. الجواب: الذين تكلموا بالمهد 3، وهم: أولا عيسى عليه السلام، عندما ولدته مريم فخافت من الجوع والعطش، فنطق وبشرها
وأخبرها بالماء والكلى. قال تعالى: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. ثانيا، ابن صاحب الصومع. عندما كان عابد من بني إسرائيل يتعبد في صومعته الكنيسة، فلم يعجب ذلك بني إسرائيل فأرادوا أن يفتنوه، فأرسلوا له أجمل نساءهم لتغريه ويزني بها، وحذروها بأنهم سيقتلونها إذا لم تغره للزنا، فذهبت إليه وأغرته، ولكن العابد رفضها، فخافت أن يقتلها قومها، فذهبت إلى راعي الغنم وزنى بها وحملت منه، حتى يظن قومها أن العابد قد زنى بها فلا يقتلوها، واتهموا العابد طوال مدة الحمل ووصفوه بأبشع الصفات. وعندما ولدت أحضروا العابد وقالوا له: هذا هو ولدك أيها العابد الزاني. وقال العابد: اسألوا الطفل من هو والده. فسألوه: من والدك؟ وكانوا على يقين بأن الطفل لا ينطق، فنطق الطفل وقال: والدي هو رويع الغنم. ثالثا، طفل حادثة الأخدود. عندما حفر ملك اليمن أخدودا وأضرم فيه النار، وجمع المؤمنين وأمر جنوده بأن يسألوا كل مؤمن بأن يكفر أو يرمى في الأخدود، حتى جاء دور امرأة كانت تحمل طفلها الرضيع، فخافت أن ترمي طفلها وتراجعت، فنطق طفلها وقال: يا أمه، لا ترجعي عن دينك وارمي نفسك فإننا في الجنة. فرمت نفسها ومعها طفلها. قال تعالى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ملاحظة: الأخدود موجود في مدينة نجران. السؤال: 4 في الجنة، لا من الإنس ولا من الجن ولا من الملائكة. الجواب سوف تتعرفون عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله.